أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن أسعار عدد من الخضر سجلت انخفاضا خلال الأسبوع الأخير إلى جانب اللحوم وزيت المائدة ومواد غذائية أخرى، مشيرا إلى أن الأسعار ستواصل تراجعها خلال الفترة المقبلة بالنسبة إلى مجموعة من المواد الغذائية. وقال أخنوش في كلمته أمام المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 16 من فبراير الجاري بالرباط: أحيي انخراطكم للسهر على تتبع تطور الأسعار وقيام البعض منكم بجولات في الأسواق، فقد تابعنا الزيارة الميدانية التي قام بها محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لسوق الجملة وإحدى ضيعات الطماطم، وكذلك رياض مزور وزير الصناعة والتجارة الذي أجرى عمليات تفقدية ببعض مصانع المنتجات الغذائية، كما تابعنا أيضا تجند الولاة والعمال والمصالح التابعة لهم وخروجهم إلى الميدان لمراقبة الأسعار في الأسواق. وتابع أخنوش في مستهل مجلس الحكومة كما أعلنت في اجتماعنا الأسبوع المنصرم أسعار المنتجات الغذائية على سبيل المثال الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها وبفضل تحسن الظروف المناخية، وستواصل أسعارها في تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.